ازاي اعاقب ابني. لو قلت قبل كده مفيش ايباد لحد اخر الشهر وبعد ساعتين الايباد كان في ايد طفلك، الفيديو ده ليك. التهديد اللي من النوع دوت اسمه empty threats او تهديد فاضي، يعني من الاخر تهديد احنا عارفين ان احنا مش هنعمله، واغلبنا على فكره بيعمل كده من غير ما ياخد باله، وده السبب الاساسي اللي بيخلي الطفل بعد كده ما يسمعش الكلام. في نظريه اسمها operant conditioning اتكلم عنها العالم سكينر، بيتكلم فيها عن ان سلوك الطفل بيعتمد على ايه اللي بيحصل بعد السلوك ما يحصل. يعني ببساطه لو النتائج مش ثابته ومفيش كونسيستنسي في الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها مع السلوك هيفضل يتكرر وهيتكرر اكتر. الغلطات الشائعه اللي احنا بنعملها ان احنا نقول لهم هاخد منك كل حاجه، او مش هتنزل تاني، او انا بتكلم بجد المره دي، وهو عارف ان ده مش هيحصل اصلا. فبنعمل ايه؟ العقاب الصح بيكون فوري وبسيط وسهل تنفيذه وبيتعمل في ساعتها. فلنفرض بنتك رمت الايباد في الارض، بدل ما نقول لها مفيش ايباد لحد اخر الشهر، هنقول انت رميتي الايباد في الارض، مفيش ايباد لحد اخر اليوم، وفي ساعتها على طول اروح واخده الايباد واشيله من قدامها ما تعرفش مكانه. مع الوقت هنبني مصداقيه في كلامنا، والطفل هيبقى عارف ان انا لو قلت حاجه هتتنفذ. واول ما المصداقيه دي تتبني والطفل يبقى عارف ان انت بتنفذ كلامك فعلا، السلوك هيتغير. ولو عايزين تعرفوا طرق اقوى من العقاب اتفرجوا على الفيديو الجاي، ولو تعرفوا حد بيدي تهديدات كتيره فاضيه ابعتوا له الفيديو ده.